القنابل اللي ألقيت على غزة يقولون تفوق بقوتها التدميرية اللي ألقيت على اليابان النووية. لا ماء، لا كهرباء، لا مستشفيات، لا طعام. اللي يريد يلجأ وين يلجأ؟ المستشفى تنضرب، المدرسة تنضرب، السيارة اللي يصعدون بها حتى يهربون تنقصف. شنو هالجريمة؟ وين وصلت الانحطاط بالبشرية؟ يتحدثون بالحضارة ويتحدثون بالإنسانية وحقوق الحيوان، ويخدعون بتمكين المرأة وحماية الطفل. مودي شوفوا ضحاياكم المرأة والطفل، شوفوا يا تمكين مرأة تتحدثون به، يا حقوق مرأة. شنو الخديعة؟ إلى متى مجتمعاتنا تبقى مخدوعة بهم ويا ضحاياهم من النساء والأطفال؟ في الآية الشريفة طلبا للفرج إن شاء الله تعالى أهلنا المظلومين في غزة وجميع أنحاء العالم إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي فلا تخلنا من حمايتك ولا تعرنا من رعايتك، وذدنا عن موارد الهلكة، فإنا بعينك وفي كنفك، ولك أسألك بأهل خاصتك من ملائكتك والصالحين من بريتك، أن تجعل علينا واقية تنجينا من الهلكات وتجنبنا من الآفات وتكننا من دواهي المصيبات، وأن تنزل علينا من سكينتك وتغشي وجوهنا بأنوار محبتك، وتأوينا إلى شديد ركنك، وتحوينا في أكناف عصمتك برأفتك ورحمتك. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اكشف السوء عن مولانا صاحب العصر والزمان. اللهم اكشف السوء عنا وعن جميع المؤمنين. اللهم فرج عن أهلنا المحرومين في فلسطين وفي سائر بقاع الأرض بمحمد وآل محمد، صلواتك عليهم أجمعين. عجل لوليك الفرج، اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح الشهداء، أرواح هذه الضحايا، لأموات المؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، أموات الحاضرين، الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.